السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنتكلم على تحليل مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري العام المصري، واللي انتهى بفوز نادي الزمالك 2-1 على الإسماعيلي. يمكن الماتش كان في مجمله هو عبارة عن استحواذ متبادل ما بين الفرقتين. يمكن استحواذ الزمالك كان أكتر شوية، بس يعتبر ده من أحسن ماتشات الإسماعيلي في الدوري العام، على الرغم إن الإسماعيلي في المركز قبل الأخير. آه، خلينا نتفرج على طريقه لعب الفرقتين. الاسماعيلي هنا بيلعب ب 4 1 4 4 4 1 1. ده قصدي نادي الزمالك بيلعب 4 4 1 1. حازم امام، محمود علاء، حمدي الونش، الفتوح زيزو، طارق حامد، عاشور، شيكابالا، اوباما، وشيزيري، وهنا محمد عبد الله. طبعا انا كنت اتكلمت في فيديو سابق على ان الزمالك هيلعب في الدوري العام بالجزيري، وهيسيب مروان حمدي وهيسيب حميد احداد، والجزيره مش مقاعده افريقيا، ويجي الزمالك يقول لك انا محتاج مروان حمدي وامين احداد هيلعبوا في افريقيا عشان يجيب جوان. ده مشكله، ده مشكله مدرب. ادي بقى فرص للعيبه ديت عشان تقدر ان هي تنزل، او تقدر ان هي تلعب ماتشات كتيره وتبقى عندها حساسيه ماتشات ومباريات عشان يقدروا يلعبوا ويجيبوا لك جوان. انما انت هتنزلهم في اخر 10 دقائق، اخر ربع ساعه، مش هيعمل لك حاجه. هو ما عندوش حساسيه مباراه الدوري العام، بيبقى انك انت عندك اعتماد على الجزيره، او انت كان اختيارك الجزيره كان من الاول كان غلط. كنت لازم تجيب لعيب كويس جدا سواء افريقيا واحد، بحيث انه يقدر يكون مقيد معاك افريقيا عشان يقدر يلعب ايه معاك في دوري العام. تشكيل الاسماعيلي بيلعب بالخطه المعتاده في الدوري المصري اللي هي 4 2 3 1. يمكن انا كنت شايف ان النهارده الاسماعيلي مش بيلعب 4 2 3 1 قوي، هو بيلعب 4 2 2 1. بس ان كان شيكو نجيب مع شلونجو بيضموا كاثنين مهاجمين، وبيبدلوا مع بعض مين يكون تحت ومين يكون فوق. عندك صادق بيلعب ناحيه اليمين، والشامي ناحيه الشمال. ويمكن كان النهارده كان في نقطه ضعف عند نادي الزمالك، اللي هي ان كان شيكابالا ما كانش بيقوم بالدور الدفاعي كويس جدا مع حازم، وبالتالي كان الشامي وحسين السيد كانوا مختلطين الدفاع اليمين بالنسبه لنادي الزمالك، وده كان على مدار الشوط الاولاني. وكان يمكن كان في ضربه جزاء للاسماعيلي ما اتحسبتش محمد صادق. وواصل مسلسل التحكيم، يعني أنا مش عارف اقول ايه الصراحه، ما علينا. دي كانت مشكله كبيره جدا كمان، ان كان الدفاع بتاع الزمالك النهارده كان يعني يمكن أنا اول مره اشوف ان الزمالك عليه فرص كتيره جدا من فرقه بدات تهاجم، وبالتالي ان اي فرقه عايز تلعب الزمالك لو بدات تهاجم هيبقى في مشاكل كبيره جدا عند الزمالك او دفاع الزمالك. لان في مشكله من ناحيه ان عاشور ما كانش بيرجع، شيكابالا ما بيرجعش، وعاشور لما مش بيقدم الدور الهجومي، مش بيقدم قصدي الدور الدفاعي، زيزو مش بيساعد في الدور. دايما كنت بتلاقي ان في ثلاث لعيبه على ثلاث لعيبه من الزمالك، سواء محمود علاء وحمدي الونش وطارق حامد، اللي كانوا واخدين الدور الدفاعي، وبالتالي اي هجمه كانت بتبقى خطره شويه على نادي الزمالك. ده بالنسبه للتحليل السريع. خلينا نبص على الاحصائيات. 12 شوطه، 9 من الاسماعيلي. الاون تارجت ده اللي يهمني جدا طبعا، ان الزمالك عنده 7 بنسبه كويسه جدا، كان نسبه 60%. الاسماعيلي عنده 2، نسبه ما تعديش مثلا بتاع 15% 20%. نسبه استحواذ المنتخب متقارب 42% الاسماعيلي، 52% الزمالك. الباصات او الباصز 482 و 358، نسبه قليله جدا. الباص اكيروسي برضه نسبه قليله جدا، 77 او 74%. ده معناه ان الزمالك بياخد الكوره بسهوله. الفاولز 16 25. الكورنرز 4 و3. ده نسبه عشان نسبه الاستحواذ ونسبه الهجمات ما بين الطرفين كانت متقاربه، فمش هتلاقي ان في فرق في الكورنرز كتير جدا. ده كان بالنسبه وبنظره سريعه جدا على الاحصائيات بالنسبه لماتش الزمالك بالنسبه للاسماعيلي. خلينا نروح دلوقتي نبص على الحالات بتاعه الكوره. زي ما انت شايف كده، احنا بنتكلم في اول حاله في الدقيقه الثانيه او الثالثه. انت متخيل ان الكوره بتتلعب ارضيه، انت فيها اثنين ما لهمش اي لازمه من الاسماعيلي، وهنا اثنين فاضيين. فلو الكوره اتلعبت مظبوط صح كان ممكن يبقى في فرصه حقيقيه لنادي الزمالك. بص على الكوره هنا، دي اللي كنت بكلمك عليه. انت بتتكلم ان في ثلاثه من لاعبي الاسماعيلي على اربعه. الونش هنا بيعمل ايه مش عارف الصراحه، لانه مش موجود اصلا. وبالتالي هنا حازم امام بيغطي مع محمود علاء اللي مش شايف ان في حد وراه. بالنسبه لدي برضه نفس الكوره اهوت، تشوف حسين السيد فين، شوف الثنائي هنا فين، شوف الشارع اللي عند فتوح ده فين، وبرده هنا في شارع اهو. يعني هنا لما تيجي تبص لها هنا، يعني انا عايز افهم ايه الشارع ده وايه الشارع ده، تمام؟ والجاب اللي هنا ما بين الاثنين دول قد ايه؟ والجاب اللي هنا ما بين ده وما بين ده قد ايه؟ في مشكله كبيره جدا. وتعالى اتفرج على الجاب ده والجاب ده، مع ان الزمالك هنا بيلعب 4 1 4 1، لكن تقدر تقول لي هنا هو ايه الجاب ده؟ يعني الكوره لو فعليا اتلعبت من اللاعب ده للمساحه ديت، كانت يعني تبقى فرصة كويسة جدا وفرصة حقيقية. ده بالنسبة هنا للحالة ديت.
برضه نفس الحاله، حمدي الونش نزل مع شيرونجو. طيب نيجي نبص بقى على المسافه اللي ما بين هنا وهنا، انت متخيل المسافه دي قد ايه؟ الراجل ده ما كانش بسرعه على فكره. وهنا فين هنا الناس اللي موجوده هنا؟ مفيش حد، تقريبا كل اللعيبه متجمعه في الجزئيه دي، مفيش حد هنا. وبالتالي الشام هنا لو اتلعبت له الكره صح او اتلعبت للراجل ده اصلا صح كان انفراد. بص على الحاله دي، يمكن دي حاله برضه هنا انت متخيل ان في اثنين لعيبه من الاسماعيلي على ثلاثه، والثلاثه دول بره يعني الاثنين دول مع واحد يعني، برضه صعبه شويه لان دفاع زمان دفاع الاسماعيلي مش قد كده برضه. نفس الكره اللي كنت بكلمك عليها، دايما هتلاقي 3 على 3. انت شايف هنا الكره هنا عامله ازاي؟ 3 على 3 في اي حاجه ناحيه الاسماعيلي، انت بص 3 على 3. هنا في شارع، هنا في شارع حرفيا في جانب حازم امام. شيكابالا فين؟ ده شيكابالا. فين شيكابالا؟ طب الشارع ده بيعمل ايه؟ طب الشارع اللي هناك ده بيعمل ايه؟ في مشاكل كبيره جدا في دفاع الزمالك. نبص برضه على الكوره دي هنا، دي كوره اتلعبت 1 2 حلوه جدا، بس ما تمش استغلال الكوره بطريقه كويسه جدا. بس لما تبص على تنظيم الدفاع بتاع الاسماعيلي يمكن مغطي هنا كويس جدا، لكن الجنب ده هنا يمكن المساحه فاضيه جدا. في مشكله ان حسين السيد اتقدم هنا، لكن اللعيب ده ما ضغطش واللعيب ده ما ضغطش، فبتلاقي ان في دايما مساحه في شارع هنا. فهمت شكل؟ برضه نفس الكوره، 2 على 2. انت متخيل 2 على 2 من لعيب؟ ده اللي انا عمال اتكلم فيه من بدايه الماتش، ان دفاع الزمالك حرفيا في مشكله. ده مين؟ ده حمدي الونش. ده مين؟ ده هنا شيكابالا. ده امام عاشور. ده طارق حامد. انت متخيل؟ شايف المسافه هنا قد ايه؟ طيب الكره اتلعبت بالعرض، مين الاقرب؟ على الرغم ان هنا الكره هنا لو اتلعبت بالعرض مش اوفسايد، لان هنا محمود علاء مغطي وهو قلش الكره دي. يعني ده كان من حظ الزمالك ان الكره دي ما كانتش جول. نفس الكره دي انت بتتكلم برضه 3 على ده، وكان في هنا لعيب من الاسماعيلي على فكره. وهنا في بص هنا الشارع ده بيعمل ايه؟ ده شارع، في هنا شارع. يعني اللعيب ده او اي لعيب من هنا راح للكوره هنا هيكون احسن، لكن عشان لعيبه الاسماعيلي هنا بتتكلم في 1 2 3 وكان في 4 وادي هنا 4 واثنين واقفين. لعيبه الزمالك هنا انا عايز افهم هو ده بيعمل ايه؟ ده بيعمل ايه؟ ده بيعمل ايه؟ ده هو يعني في مشكله في دفاع الزمالك في حته الكره الدفاعيه، يعني في لعيبه يعني لعيبه الوسط ما كانوش بيرجعوا. هنا برضه هنا نتكلم على غلطه ابو جبل هنا، ودي اللي ما تمش استغلالها من محمد الشامي، غلطه كبيره جدا. انا ما اعرفش الصراحه كان بيعمل ايه الصراحه، يعني هو عدى من الجون كان المفروض يشوط، لكن هو ما اعرفش رفعها من فوق جول ليه مش فاهم. برضه هنا ادي نفس الكوره اهو، الكوره بتتلعب لمين؟ للعيب ده. الكوره بتتلعب للعيب ده. يعني حد يقدر يقول لي هو فين دفاع الزمالك؟ متخيل ان في كوره لو اتلعبت صح كان انفراد، على الرغم ان كان فينا محمود علاء بس هو قطع الكوره، بس ده انفراد. ده هنا شيكابالا، ده هنا طارق حامد. طب لو الكوره اتلعبت هنا مظبوطه، تخيل 2 على 1. برضه بص على الكوره دي هنا، الكوره دي بقى غريبه جدا، اللي هو ايه؟ انت عندك 8 مدافعين من الاسماعيلي مع 8 من الزمالك، وفي 2 موجودين. اي قطع للكوره هيبقى 2 على 2. في مشكله في التنظيم الدفاع عند نادي الزمالك، مشكله كبيره جدا. ده في ده كام ده؟ ده السطر دي نفس الكوره دي اول مره بعد ما الزمالك جاب جون، اول مره اشوف ان الاسماعيلي بيهاجم، بس بيهاجم بكام؟ بواحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته. كام واحد من الزمالك؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه. جميل، يعني 7 لعيبه من الزمالك على 6. طب اولا شيكابالا اوت اوف بوزيشن خالص. طب هنا محمود علاء بقى اوت اوف بوزيشن، يعني كام على كام دلوقتي؟ الراجل ده راح هنا والراجل ده ماسك هنا. تمام؟ فكانك بتلعب بالظبط كام؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، 5 على 5. المفروض لازم يكون عندك لعيب زي ده. يعني حمدي الونش بص على محمد صادق،
او فتوح باصص على مين؟ على شيرين. محمد الشامي هنا لو الكره اتلعبت له صح هيبقى صعب جدا. نفس الكره اللي جت فيها الجول، انت بتتكلم شوف 4 على 4. ده اللي انا عمال اقول عليه من اول الحالات. دفاع الزمالك لو في لعيبه صراع بصراحه هيتعبوه جدا. الشق الدفاعي لنادي الزمالك، انا بقول لاي فرقه في الدوري ركز على الشق الدفاعي بتاع نادي الزمالك، سهل اختراقه جدا جدا جدا. الف مبروك لنادي الزمالك على ال3 نقاط. آه، في مشكله ان باتشيكو حرفيا اتاخر في التدريبات، سواء في نزول بن شرقي او ساسي. كمان انا شايف ان شيكابالا ما ينفعش يبتدي الماتش من الاول خالص، لان مشكله شيكابالا ده في الشق الدفاعي صعب جدا. كمان ان اوباما عمليه ان هو يدافع دي مش موجوده خالص يعني. صعب قوي قوي بيعمل زي ما بتقول كده ايه، بقضي الواجب. امام مع طارق حامد. انا متفاهم ان طارق حامد هيدافع طول الماتش، طب وامام ما بيرجعش يدافع، وبالتالي يبقى في مشكله. ما ينفعش شويه النهارده في ماتش الاسماعيلي. يعني يمكن عشان كان في سرعه شويه عند محمد الشامي او عند علي بابل او عند شيرونجو، في سرعه شويه عند لعيبه الاسماعيلي، بس ما استغلوش برضه. ابو جبل مستواه بصراحه في الكوره دي كان يعني في كورتين النهارده، الكوره اللي غلط فيها والشامي ضيعها، الكوره دي انا معلش يعني انت طالع من جونك ليه؟ انا مش فاهم الصراحه برضه. ده كان نهايه تحليلنا، واتمنى ان يعجب الناس. ولو في اي حاجه يا ريت الناس تشارك بالكومنتات ولايك وشير وشهيصنا زي ما بيقولوا كده.